اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الطفل المتنمر وإنه هو ضحية وتعرض للتنمر فبالتالي أصبح طفل متنمر. دلوقتي أنا عايزة أعرف إزاي إذا كان ابني أو بنتي بيتعرض للتنمر وإزاي أقدر أخليه يدافع عن نفسه. في البداية أنا لازم أفرق بين التنمر وبين الخلافات العادية اللي بتحصل بين الولاد، زي الخلاف على لعبة أو على دور في جيم. طبعا طالما في رد ورد فعل، طالما في طفل بيرد على طفل زي البينج بونج، هات وخد، ده بيعتبر خلاف عادي وليس تنمر، يعني مفيش طرف أقوى من الطرف الآخر. أما بالنسبة للتنمر فبيكون في طرف أقوى من الطرف الآخر، طرف قوي بيحاول يسيطر على طرف ضعيف، وبيكون عن طريق كلام جارح أو تصرفات جارحة وبشكل متكرر ومستمر. طيب أنا دلوقتي في حد من ولادي حد بيتنمر عليه، إزاي أقدر أخليه يوقف ده ويدافع عن نفسه؟ أول حاجة هنبدأ من البيت. إحنا لازم نديهم ثقة كبيرة جدا في نفسهم، ولازم نعرفهم إن لو حصل وحد قالك كلام يضايقك أنت لازم توقفه، أو ما تبينش إن أنت اتضايقت من كلامه، زي إن أنت تعيط مثلا، علشان ما تخليش المتنمر يشعر بلذة الانتصار ويرجع يعيد التصرف مرة تانية. او زي ان انا اعلمه يرد بطريقه معينه، زي مثلا لو حد راح قال له شكلك مضحك جدا بالنضاره اللي انت لابسها، يرد ويقول محدش سألك عن رأيك، وهي عجباني انا عاجبني شكلي كده، او عاجبني نضارتي، محدش سألك عن رأيك. المفروض ان هو يوقفه، نعلمهم ازاي يردوا يوقفوا المتنمر، ونشجعه دايما ان هو يروح يبلغ شخص كبير لما يتعرض للتنمر، سواء التنمر ده حصل جوه المدرسة او بره المدرسة. ونعرف ولادنا دايما ان المتنمر شخص ضعيف، وان اللي بيضايق الناس هو اللي عنده مشكلة، لان دايما بيكون مترسخ في دماغهم ان هو اقوى مني وان انا الضعيف. وخصوصا البنات، لان التنمر بين البنات بيكون فيه نوعية من الكيد، فلازم ادي ثقة كبيرة جدا لبنتي واعرفها ان هي تكون واثقة من نفسها وتعرف ترد كويس. طبعا دول اطفال، فالموضوع محتاج مننا صبر وطولة بال عشان نقدر نعلمهم ونقدر نعرفهم ازاي يعرفوا يردوا. وطبعا ممكن نستخدم كمان لعبة الأدوار علشان خاطر نقدر ندربهم إن هم إزاي يعرفوا يردوا على أي حد يتنمر عليهم. It's never too late.